في الحلقة 247 من مسلسل المحارب تتصاعد وتيرة الأحداث بشكل غير مسبوق، حيث تتشابك المعارك الميدانية مع التوترات النفسية، وتختبر قوة الفريق في مواجهة أخطر المخططات. حلقة مليئة بالقرارات المصيرية والاشتباكات العنيفة والمفاجآت التي تقلب موازين الصراع رأساً على عقب. والآن إلى التفاصيل. تبدأ الحلقة على كوبوز الذي يبدو متوتراً للغاية بعد فشل بيشاك في التواصل مع فريق توران. يزداد القلق مع تساؤلات كوبوز حول ما إذا كان فريق السيف قد نفذ مخططه، خاصة مع تأكيد كوتلمش أن ماركوس لا يفوت أي فرصة تصله، وأن الفشل في إنقاذ قافلة تركستان الشرق سيؤدي إلى عواقب خطيرة. ومع تصاعد التوتر يأمر كوبوز بالتواصل فوراً مع النقيب كاغان. في الميدان يوضح إلياس لكاغان أن التسلل عبر التلة سيكشف تحركاتهم، لكن كاغان يؤكد أنه لا خيار آخر. ويروك يتعهد بالانتقام لشيدام، بينما يطمئنه كاغان بأنهم سيبذلون كل ما بوسعهم. تصل بيشاك أخيراً إلى البهان الذي يربط الاتصال بكاغان، ليؤكد الأخير أنهم لم يصلوا بعد، وأن آخر اتصال كان مع شيدام قبل أن ينقطع، مع مؤشرات خطيرة على إصابتها. يصدم كوبوز ويأمر كاغان بالتحرك فوراً لإنقاذ شيدام، فريق توران وقافلة تركستان الشرقية. في ساحة الاشتباك تكون شيدام فاقدة للوعي ووضعها حرجاً. يترك بهتار موقعه ليتوجه إليها ويطلب من الفريق الاستمرار في إطلاق النار. وبعد لحظات حرجة تستعيد شيدام وعيها وتؤكد أنها بخير، رافضة إضاعة الوقت ومصممة على إخراج القافلة مهما كان الثمن. يحتدم القتال من كل الجهات، ومع نفاذ الذخيرة لدى الفريق تصر شيدام على المقاومة حتى آخر رصاصة وآخر قطرة دم. في اللحظات الحرجة بيصل فريق السيف في الوقت المناسب وبيمنع تقدم العدو، ما يغير مجرى المعركة. يطمئن إلياس كاغان بعد رؤيته شيدام تقاتل بشراسة، بينما تعيش سارة حالة من الرعب مع سقوط رجالها واحداً تلو الآخر. يتصل ماركوس بسارة فتخبره أن معظم رجالها قتلوا وأن تعزيزات وصلت لفريق توران، فيأمرها بالانسحاب فوراً. تحاول سارة الهرب، لكن شيدام تلحق بها. يعود المشهد قليلاً إلى الخلف ليكشف المواجهة المباشرة بينهما، حيث تتبادل الاثنتان الاستفزاز، وتقوم شيدام بإلقاء سلاحها لتواجه سارة بشجاعة. ينشب قتال عنيف تحاول خلاله سارة الخداع، لكن شيدام تتمكن في النهاية من إسقاط سلاحها وإصابتها في قدمها. يصل كاغان وديمير في اللحظة المناسبة ويتم القبض على سارة. يشيد كاغان بشجاعة شيدام، لكنه يوبخها في الوقت نفسه لاندفاعها ومطاردتها سارة دون إبلاغ الفريق، فتعترف بخطئها وتعتذر. يتم التواصل مع كوبوز الذي يطمئن على شيدام والقافلة، ويبلغه كاغان باستشهاد أحد المرافقين وإصابة البهان، إضافة إلى القبض على سارة إحدى أعوان ماركوس. في المقابل يصاب ماركوس بالجنون بعد تأكيد وقوع سارة في أيدي الأتراك، ويحطم هاتفه غاضباً قبل أن يبدأ التخطيط لخطوة جديدة. أما البهان فتتدهور حالته بسبب إصابته، ويؤكد إلياس أن الرصاصة أصابت العظم ويجب نقله إلى المستشفى بشكل عاجل. يأمر كاغان بتأمين المكان والاستعداد للمغادرة فوراً، فيما يصر الفريق على حماية القافلة وإخراجها بسلام. تنتهي الحلقة 247 من مسلسل المحارب على وقع انتصار صعب ممزوج بالخسارة والألم بعد إنقاذ القافلة والقبض على سارة،
إذا أعجبكم الملخص لا تنسوا دعمنا بالإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. نلتقي بكم في ملخص حلقة جديدة وأحداث أقوى إن شاء الله. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.